يا مساء الفل ومساء الهنا على عيونكم، مساء الجمال. ازيكم حبايبي؟ ايه رأيكم في الكريم كراميل الجميل دوت اللي يرطب كده على القلب بالليل في الصيف دوت؟ دي حاجتي اللي عندي اللي انا هعمل بيها كريم كراميل. عندي كيلو ونص لبن، عندي 9 بيضات، عندي كوباية 2 إلا ربع سكر، ومعايا 3 بكاوي فانيليا. انا بحط هنا في الصينية ديت 1 1/4 كوباية سكر، ومعاهم حوالي 3 معالق مية كده. دول هكرملهم على النار عشان يبقى الايه السكر المكرمل بتاع الكريم كراميل. اهو حطيته على النار اهو، بدأ يصفر وبدأ يغير لونه اهوت، جاب اللون الذهبي الجميل العسلي دوت الحلو. محبش اغمقه عن كده، بحب اللون ده قوي. انا بجيب القوالب بتاعتي الصغيرة ديت وبكمل بالفناجيل، لان القوالب بتاعتي حوالي 7، مش هيكفوا طبعا كيلو ونص. ببتدي الاول امرر عليهم ميه عشان لما ينزل الكرمله بتاعت السكر ديت ما تلزقش فيه. بس كده انا خلصت القوالب. هبتدي احط الكرمله بتاعت السكر اهيت في قلب القوالب كده، اوزعها. عندي بقى هنا 9 بيضات لكيلو ونص لبن، انزلهم في قلب الخلاط. واحط عليهم 1 1/4 كوباية سكر عشان ده كيلو ونص لبن. ابتدي احط الفانيليا بتاعتي عليه. بكتر دايما الفانيليا شوية عشان كم البيض بيبقى كبير شوية للكريم كراميل، عشان يضيع ريحة اي زفار. بس اضرب البيض بتاعي بقى بالسكر كده بالفانيليا. كده ضربت انا البيض بتاعي. هبتدي احط عليه حبة صغيرين من اللبن واضرب. طبعا هو الخلاط مش هياخد اللبن كله، فانا اضطر هرجع كل الخليط دوت على اللبن في الحلة. او بضربه مرة كمان مع البيض. بعد كده ارجع كل اللي انا حطيته في الخلاط على اللبن اللي في الحلة، وكده انا هبدأ اضربها بالهاند بلندر عشان تختلط كلها، عشان يعني يختلط اللبن بالزلال بالصفار بتاع البيض كويس جدا، ابقى ضامنه ان مفيش اي حاجه ما اختلطتش ببعضها. اقعد كده بضربه عشان اتاكد ان كله اختلط ببعضه، زي ما عملة الزبادي بالظبط. يعني كريم كراميل والزبادي قريبين من بعض في العمايل شويه. زي ما بدوب خميره الزبادي كده، انا بدوب اللبن في البيض كويس جدا، بيختلطوا ببعض كويس. بس خلاص كده انا ضربته، هو كفايه عليه قوي كده. بعد كده بجيب عندي مصفى صغيرة كده، وابتدي انزل منها الخليط دوت على بعضه، عشان لو في اي حاجة من زلال البيض لسه مثلا فلتت كده ولا كده مكلكعة شوية ولا حاجة، تتحش في قلب المصفى ديت، ما تنزليش مع الخليط اللي انا هعمل بيه الكريم كراميل، عشان ما يحصلش اي زفارة.
ابقى ضامنه انه ايه يبقى طعمه حلو. طبعا بينزل بكل سهوله ويسر بس كده خلاص انا صفيته كله، وهبتدي انزل على القوالب بتاعتي اللي عندي. طبعا هو السكر المكرمل جامد خلاص في قلب القوالب. هبتدي املى بقى القوالب بتاعتي كلها، والفناجيل اللي انا حطاها زياده ديت برضو معايا تطلع زي القالب بالظبط. طبعا احنا شايفين دلوقتي وانا بملى القوالب ديت بيبقى فيه زي شبه رغاوي، الرغاوي اللي على الوش دي من الخلاط. بحاول على قد ما اقدر اتجنبها كده من على الوش واشيلها كده عشان يبقى طالع معايا ناعم وجميل وملمسه كريمي كده وحلو. طبعا سخنت انا ميه وكنت مولعه الفرن طبعا بقالي اكتر من 10 دقايق. احطها بقى في الصينيه كده. الصينيه دي مخصوصه عندي لعمايل الزبادي والكريم كراميل والحاجات دي، ما استعملهاش في حاجه غير كده لانها كانت قشره. بصوا منظر الكريم كراميل وهو في قلب الفرن بقى، بصوا منظره جميل. اديني اهو بعد ما طلع دخلته طبعا التلاجة وجبته قلبته في قلب الاطباق اهو. يا رب يكون عجبكم منظره وجماله، وهو طالع منظره تحفه وطعمه اجمل طبعا وكريمي خالص. ويا رب يكون عجبكم.